قعدت 12 سنه علشان اعرف ابقى بتكلم قصاد الكاميرا، لكن النهارده هديكم اهم 5 دروس في 60 ثانيه بس. وبالمناسبه ده ساعدني اني اعرف ابقى بشتغل مع اكبر شخصيات في العالم العربي. اول حاجه صوتك اللي بيكون مش ثابت، دي مجموعه سلوكيات تقدر تبقى بتظبطها مع الوقت وتقدر تبقى بتعملها من خلال مجموعه تمارين. صوتك هو شخصيتك، ما ينفعش تبقى بتتكلم وصوتك عالي كده ومتعالي على الناس، لانه الناس ساعتها تحس انك انت بتتغر عليهم. صوتك دوت زي الاله الموسيقيه، زي البيانو، حاول انك تبقى بتنغم ما بين الاصوات بتاعتك وما بين الطبقات بتاعتك، لان دوت هيخليك عندك غنى اكتر وقت. انت ممكن بقى وانت بتجرب صوتك تحس انك انت مزيف او فيك، انت ممكن تبقى بتضايق من ده، لكن لا، انت بس مش متعود على ده. جرب لغايه ما توصل لاكتر طبقه بتكون مريحاك وانت بتتكلم. انت ممكن تكون شاطر جدا في شغلك وتقييمك في شغلك 10 على 10، لكن اسلوب التواصل بتاعك مع الناس من خلال الكاميرا يكون 3 من 10. للاسف الناس هتقيمك كلك على بعض بال3 من 10 دول. باكد عليك، انت درجه التواصل بتاعتك هي اللي بتخلي الناس تقيمك، مش بس شغلك. لو مهتم انك انت تبدا تتعلم ازاي تبقى بتطور من مهارات التواصل بتاعتك، ابعت رساله واسال عن كورس من غير كسوف.